بالنسبة للفترة التحضيرية قمنا بمباريات على مستوى عالي. مباراة الملعب التونسي كانت مباراة قوية، مباراة الترجي كانت مباراة قوية، واليوم مباراة ضد النجم الرياضي الساحلي اللي أعتقد أنه من أفضل النوادي التونسية، كان مش أفضلهم جاهزية توا في الوقت الحالي. دخلنا المباراة وجدنا صعوبة في بداية المباراة واعتبار على عامل الريح، لكن في الشوط الثاني قدمنا 30 دقيقة الأولى كانت مرضية، ضغطنا على حامل الكرة وصنعنا فرص، ما سجلناش هدف مع الأسف. لكن الشوط الثاني كنت راضي عليه، ومباريات قوية كيف هذه من شأنها أنها تعطينا حافز باش نخدموا ونحضروا المسابقة اللي جاية. وبالنسبة للشغل متاعنا الفريق في الاتجاه الصحيح، والخدمة اللي نخدموا فيها كويسة. مازال شوية حاجات تكتيكيا، في تعديل حاجات تكتيكية وحاجات في الفريق تتعدل، الأمور ماشية في نطاق كويس إن شاء الله. الاتحاد الافريقي لهذا الموسم. بالنسبه للفريقين تقابلوا في مناسبات سابقه، خاصه اهمها في 2007 موسم يعني كان ربيعي جدا، وموسم متميز للنجم الساحلي وكذلك نادي الاتحاد، باعتبار انه فريق نادي الاتحاد اهل لدور نصف النهائي في نفس المجموعه مع النجم الساحلي، تعادل معه في سوسه 0-0 وانتصر عليه في نورو سولو في الكره الاخيره. رجع الكره في الامام، وهذه كره للنجم النادي الساحلي يحاول بناء الهجمه طيبه، والدفاع يعمل التغطيه الجيده. اهم الغيابات في هذه المباراه بالنسبه من طرف النجم النادي الساحلي فرانك كوما الكامروني، لاعب مشى مع المنتخب الكامروني الغير الاستوائي، كذلك مشارك مع المنتخب الكامروني، وايمن البلبولي فوز بن زرتي من ايام راحه قبل العوده الى الجديات. كذلك نفس الحاله لرامي البدوي، كره تدور بين لاعبي الفريق الاتحاد. اللاعب احمد الكيلو يبحث عن المسانده، يلقاها مع عماد او زعبيه تحصل. نورو سولو يلعب كره على اليسار، يبدلها الكره تماما على اليسار، وين موجود لاعب فريق النجم الساحلي يمتلك الكرة الأخيرة، تسرب جيد من عصام تيج على اليسار. عصام تيج الكرة عرضية والتدخل من نورو سولو، وركنية أولى ركنيات المباراة اتحاد. ولا نشوفوا لاحظوا المهاجم بونشيف يرجع المنطقة الخلفية، بوشنيف عفوا، وتوزيعه ويتدخل مرة أخرى للمواجهة على غير العادة، يعني غير المواجهات الأخرى، باعتبار أن مباراة هامة جدا مع فريق متمكن. ويوسف المهبي يوزع الكرة، يوزع الركنية وتروح على الجهة اليسرى وين موجود اللاعب أسامة شتيبة يمرر الكرة لمحمد ترهوني. طليل فرحات ينفذ الكرة في العمق وين موجود محمد ترهوني ما زال عنده الكرة، تمريرة في اتجاه محمد زعبية يوزع الكرة أو الدفاع، يدخل مدافع النجم النادي الساحلي، يدخل مدافع صدام بن عزيزة، وترجع الضغط العالي ولا فرصة محمد زعبية مرة أخرى كادت تأتي بالهدف الأول، اضطرابة في دفاع النجم النادي الساحلي ويديرك في النهاية. صدام بن عزيزة كرة العصام ومروان تيج يلعب كرة في العمق وين موجود زميله مهدي سعادة، ولا تدخل الحارس محمد أو عماد مرر زميله نضال سعيد بسرعة. مهدي سعادة قصله من بوشنيف وزعبية، تمريرة وخاطئة. مهدي سعادة ولا يرجع الحارس مرميه بن أيوب، كرة تود خليل بانغورا ويدور بين لاعبي الاتحاد، يرجعوا للمنطقة الخلفية ويلعبوا الضغط العالي، يعتمد على الضغط العالي بيير لوشانتر، اكيد مدرب معروف يوسف المويهبي ولا تتقسم من احمد الكيلو او من الكيلو فعلا. بدنيه عاليه جدا ومتميز اللاعب احمد الكيلو. ضغط كره النجم النادي الساحلي، نضال سعيد وتمريره خاطئه وترجع له مره اخرى. مروان تيج يحتفظ بالكره، يقصها له لاعب العباسي، والتمريره محمد زعبيه يمرر الكره على اليسار وين موجود طليل فرحات، وتمريره طيبه لعبد العباسي، ولا ثماش مخالفه؟ ما ثماش مخالفه. كره في العمق طويله على الجهه اليمنى، وموجود اللاعب علي البريقي يحاول يتجاوز، تمريره البانغورا بيلعب مع يوسف المويهبي فنيات عاليه لهذا اللاعب اللي سبق له لعب في فريق المستقبل الذي بالمارسا وكذلك في النادي الافريقي. مروان تيج تمريره
في اتجاه يوسف المويهبي صاحب كذلك المشاركة الطيبة في 2007 كانت مشاركة متميزة جدا في كأس رابطة أبطال أفريقيا ووصول لنصف النهائي والانسحاب أمام الأهلي المصري اللي شارك في النهائي وانهزم من النجم الرياضي الساحلي نفس هذا المناسب. كرة على اليسار عبد العاطي العباسي يحاول تمريرة ممتازة وعفوا محمد ترهوني تخص الكرة وترجع علي البريقي معتصم بوشنيف تمريرة طيبة جدا أحمد الكيلو تمريرة والطيبة ترجع له مرة أخرى مع عبد العاطي العباسي كرة متميزة وكرة قصيرة ترجع أحمد الكيلو مخطئ يوسف المويهبي في وسط الميدان يلعب كرة ممتازة تجاه اللاعب مهدي سعادة يحتفظ بالكرة فنيات كبيرة لهذا اللاعب تجاه بانغورا ما ثماش ومروان تاج مع أحمد الكيلو والمخالفة لفايت أحمد درج نحو المناطق المنافس لأنه فريق الاتحاد يقبع في المناطق الخلفية لحد الآن ويحاول يعتمد على الهجمات المعاكسة اللي نجح فيها مع الفريق الطريزي التونسي مع تسمى صلاتي قص الكرة مروان نتاج يوسف المويهبي طيب تمريرة في وسط الميدان كرة قصيرة للنجم الرياضي الساحلي مروان تاج تجاه اللاعب لمسة يد ضد نورو سولو حمدي النجاز عنده يحتفظ بالكرة علي البريقي ولا يتحصل على مخالفة قريبة من مخالفة تتنفذ ولا فوق المرمى مخالفة كانت عرضية الكرة وصعود لاعب النجم الساحلي صديم بن عزيزة في الكرة الأخيرة والكرة فوق المرمى كاد تبدا يعمل في الضغط العالي والمسراتي وتضيع له أحمد الكيلو كرة ما فماش تسلل مباشرة وعماد دير رجب يرجع الكرة على اليسار طليل فرحات وتمريرة البحث عن عبد العاطي العباسي ومحمد ترهوني طويلة الكرة لأيمن سودا لاعب شاب أيمن سودا مروان يرجع لمروان تاج مناطق الخلفية وين موجود نضال سعيد وبانغورا تمريرة ممتازة من بانغورا وحذيري ولا هدف الأول أولى أهداف المباراة بيير لوشانتر باش يغير عديد المعطيات من أجل عودة في المباراة عبد طويلة الكرة في اتجاه طويلة لفريق الاتحاد أكيد المويهبي بيرجع لمروان ناتي حذيري من مثل هذه الكرات مع تسمى صراتي يلعب الكرة طليل فرحات مع تسمى صراتي مرة أخرى يبحث عن أحمد الكيلو طيبة أحمد الكيلو تمريرة ومخالفة وتدخل على اللاعب عبد العاطي يعني على فكرة كان حقيقية لفريق نادي الاتحاد الاختبار الحقيقي محمد زعبية واحمد كيلو يلعب كرة ثنائية طيبة محمد زعبية وكرة مخطئة وترجع لفريق بانغورا النجم الساحلي تقص ترجع أحمد الكيلو تمريرة ولا محمد زعبية وثم تسلل والمساعد مروان نتاج في اتجاه بانغورا وتقص من أحمد الكيلو وعبد العاطي العباسي فنيات كبيرة لهذا اللاعب معتصم بوشنيف تمريرة ممتازة ما فماش تسلل معتصم أو اللاعب أحمد الكيلو وتقص وترجع لدفاع النجم الرياضي الساحلي صدام بغطاس حمدي النجاز الآن تقص له كرة من محمد ترهوني طيبة توزيعة في اتجاه معتصم بوشنيف ولا لاعب النجم الساحلي أسبق مروان نتاج خبرة كبيرة لهذا اللاعب لاعب ابن المرسى سابقا أكيد بانغورا لاعب النجم يلعب طيبة سريع وتحصل على المخالفة إثر تدخل من سهيب بن سليمان تدخل على بانغورا في الكرة الأخيرة في 25 دقيقة لاعب نعاود نذكروا أنه النتيجة هدف يوسف المويهبي كرة تلعب وترجع حكم المباراة يعلن المخالفة ضد مهاجم النجم الرياضي الساحلي حصل على مخالفة وتلعب بسرعة والحكم الحارس الثاني شوفوا الحارس خالد الورفلي يقوم بالحركات الإحمائية أكيد بيير لوشانتر باش يعطيه يعني فرصة الدخول لهذه المباراة ترجع الكرة لفريق الاتحاد هجمة
عبد العاطي العباسي ومحمد ترهوني. محمد ترهوني ما يحتفظ بالكرة. محمد ترهوني بدل محمد زعبية. محمد زعبية لاعب بدوري مر العباسي. عبد العاطي العباسي و6 أمتار كان عمل جهود تميس وضربة جانبية. طريق الفرحات ينفذ في اتجاه محمد زعبية، تقص له كرة وترجع. يوسف المويهبي عليه البريقي. يوسف المويهبي مرة أخرى عليه البريقي. زياد كرة تدور بين لاعبي النجم الرياضي الساحلي مهدي سعادة في الكرة الأخيرة. بنغورا يمرر مروان تاج. مروان تاج على القريب من زاوية الركنية يوزع الكرة، وأحمد ونورو سولو يرجع أمام اللاعب. نورو سولو يلعب الكرة على الجهة اليسرى وين موجود اللاعب طليل الفرحات يعمل ترويض ممتاز جدا. ترويض ممتاز جدا بالمواصلة والتسرب والركنية. يتحصل على ركنية كان العباسي عبد العاطي تلعب الركنية و6 أمتار. كرة خاطئة و6 أمتار اللي فايت النجم الرياضي الساحلي. طار اللي فايت النجم الرياضي الساحلي أيمن بن أيوب طويلة عليه البريك يبدل. نشوفوه على اليسار. مروان تاجي يوزع الكرة والدفاع. تدخل من اللاعب طليل الفرحات في الكرة الأخيرة. ترجع كما جات اللي فايت النجم الذي تشوفوه يعني في فيديوهات تاريخية لجماهير نادي الاتحاد في موسم 2007 وفي الملحمة في ملحمة رابطة الأبطال. محمد زعبية طيبة. محمد زعبية وعبد العاطي العباسي وترجع عليه البريقي. نشوفه في الضغط العالي وأيمن بن أيوب كرة كما جات في التماس اللي فايت نادي. عبد العاطي العباسي نفذ اللاعب ما تسمى صراط تقصله وترجع طيبة الهجمة. محمد ترهوني يحاول يباغت لكن كرة 6 أمتار تمشي وتماس من تسديدة سيئة كانت من محمد ترهوني. فرحات يلعب الكرة في اتجاه معتصم بوشنيف. محمد ترهوني ويوسف تتقص وترجع الهجمة لمروان تاج نجم الرياضي الساحلي. مروان تاج كرة طويلة وكيما جات بعد ما عليه الضغط بنغورا والكرة ترجع عبد العاطي العباسي. محمد ترهوني. محمد زعبية يحتفظ بالكرة والحكم يعلن المخالفة ضده. معتصم بوشنيف ترجع له مرة أخرى من أحمد الكيلو. طيبة كرة ثنائية وتدخل الدفاع علي البريقي المصراتي. بنغورا في العمق. الكرة في اتجاه أيمن حذاري والكرة تصطدم بالعارضة الأفقية للحارس عماد الدين رجب. عملية من أيمن سودا تقص وترجع المعتصم المصراتي. طيبة في اتجاه عبد العاطي العباسي يوزع واللي يربح ركنية. اثر استدام الكرة. كرة قصيرة تلعب أحمد الكيلو. طيبة والتمريرة والدفاع يرجع الكرة. تنفيذ الركنية على فكرة كان من طليل فرحات فعلا وترجع لنادي الاتحاد. محمد ترهوني يلعب كرة في العمق في اتجاه معتصم بوشنيف في ظهر المدافعين عاد يتحصل على الكرة. طيبة ولا يتحصل على مخالفة قريبة تقريبا 18 متر على حارس محمد زعبية ينفذ كرة 6 أمتار. كرة 6 أمتار اللي فايت النجم الرياضي الساحلي. كانت فرصة حقيقية للعودة في المباراة. عبد العاطي العباسي تمريرة طيبة جدا. محمد زعبية ما فماش تسلل. محمد زعبية ويتحصل على مخالفة بطريقة فنية أو معتصم بتسديدة. ننتظر. يبقى المعتصم يلعبها قصيرة مع أبو زعبية ومعتصم يحاول يسدد. لمسة يد اللي فايتها النجم الرياضي الساحلي بنغورا في الكرة الأخيرة. تلعب بسرعة محمد زعبية في منطقة الجزاء يلعب الكرة تمريرة على كانت روتري متميزة لأنه تدخل دفاع النجم الرياضي الساحلي. يقذف في الكرة الأخيرة. محمد زعبية يحتفظ بالكرة ترجع له مرة أخرى. معتصم المصراتي يمر على اليسار لكن تقص ترجع من مروان تيج. المعتصم المصراتي ومحمد الترهوني
محمد ترهوني وتسلل. فما وجود متسلل كان اللاعب محمد زعبيه كانت خطيره، يسقط في مناطق الرذائل لانه في هذه اللحظة بالذات ينتهي الشوط الأول. مستمعينا الكرام، نترككم على أمل اللقاء بكم